السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة ناني وأكلاتها. معاكم أم إسلام. امبارح عملت الهوت شوكليت، وإن شاء الله طلع بسيط وسهل وما خدش 5 دقايق. والنهاردة هعمل السحلب. آه، هبة، مدام هبة أو أم عمار قايلالي اعملي السحلب، فأنا قلت أعمل لها النهاردة. ده تحية مني، والسحلب ده ليكي يا هبة. اي حد عايز اي حاجه يقول لي وانا هقول اسمه وان هو اللي طلب مني اعمل كذا. انتوا كلكم اخواتي وحبايبي وقرايبي و... وكلنا يعني في القناه اخوات وحبايب. ان شاء الله نستمر مع بعض باذن الله. محبتكم ومشاركتكم في القناه وتعليقاتكم الجميله. مش عايزه اطول عليكم بقى. السحلب النهارده سهل بسيط. كل حاجه بمعيار بتاع امبارح، اللي هو نفس الكوبايه اهي. فانا هعمل كوبايه رز مطحون. جبت رز عادي وحطيته في المطحنه بتاعه السكر وطحنته كويس اهو. وكوبايه لبن بودره، ونص كوبايه جوز الهند، ومعلقتين سمسم محمص طبعا. وده للايه، لما بعد كده بعد ما تعملي السحلب تحطيه فوق الوش جوز الهند، معلقتين جوز الهند ومعلقتين سمسم. آه يعني سهل وبسيط جدا. نجيب المكونات كلها مع بعض. ده الرز، بدل ما نجيبه من بره ومش عارفين معمول ازاي، وساعات مبيبقاش ريحته حلوه يعني جميله. يعني ساعات بيبقى ريحته مش قوي يعني. ده اللبن البودره نحطه معاه برضو. ده المكونات احنا عارفينها وايه، ومعمول على ايدينا، وكميه هتبقى كبيره. وده جوز الهند. وهنحط ايه، السمسم، معلقتين سمسم متحمصين بس كده. نقلبهم كلهم ايه مع بعض. طبعا اللي انا عاملاه ده المعلقتين والمعلقتين، هو المفروض فيه السوداني كمان، بس انا ما عرفتش اجيب بصراحه، كانش فيه. فالسوداني بقى يتعمل معاه برضو بعد ما، طبعا السوداني بتاع الحلويات هنجيبه برضو معلقتين زي ما انتوا عايزين. تحطوا المكونات كلها مع بعض وتقلبوها وتحطوها فوق الوش بعد ما تعملوا السحلب، بعد ما تصبوا الكوبايه. فهنقلب كده كله مع بعض. الحاجات دي مشروبات سخنة بتاعت الشتاء، جميلة، صغار وكبار. نقلبه بقى كويس علشان بيبقى فيه حاجات ايه راقدة من تحت. بصراحة ريحته جميلة، جوز الهند وكل حاجة بيبقى جميلة. بس هنجيب برطمان بقى عندنا، او عندنا علبة طبعا نضيفة، هنحط فيها كله كده، المكونات كلها. طبعا انا مش هنحط السمسم والجوز الهند معاها واحنا بنحطها على النار، هتبقى طريه مش هتبقى حلو. حط فوق الوش، تبقى معاكي كده في كيس في التلاجة. معاكي في كيس في التلاجة تحطيه فوق الوش بعد ما تخلصي ايه الكوبايه اللي عندك. بس كده. عامل برطمان اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا البرطمان ده هيقعد معانا مده طويله، لما يخلص نعمل غيره. عرفنا المكونات. قولوا لي ايه رايكم بقى في الموضوع ده كله والحاجات اللي احنا بنعملها دي، ايه رايكم؟ هو عمل برطمان اهو برطمان. فهنعمل منه دلوقتي واوريكم بقى على الطبيعه. دلوقتي اهو البرطمان عبيناه، هنحط معلقتين منه في كوبايه لبن. كل كوبايه لبن عليه معلقتين من اللي احنا عملناه ده، من السحلب، من بودره السحلب. هنقلبه بقى طبعا على البارد الاول، ما يبقاش سخن، عشان فيه ايه، عشان فيه نشا. الرز فيه نشا. هنحطه على النار بقى.
بس انا مرضتش اطول عليكم، انا عملته ازاي. انا طبعا حطيته على النار مثلا لمده 5 دقايق، توطوا عليه الاول. انتوا بتجيبوا اللبن، انا بقى يعني انا عشان الامكانيه وعلشان الظروف والدنيا غاليه، فطبعا احنا حاطين لبن بودره. طبعا اللبن بودره غالي اصلا، فانت بتحطي لبن بودره الوصفه دي. فلما تيجي بقى تعملي، مش هتعملي كل كوبايه لبن يعني. لما مثلا يكون افراد الاسره كتير هيبقى الميزانيه هتبقى جامده قوي. فانا بحط نص كميه لبن ونص كميه ميه تحطيها. وبعدين تحطي معلقتين من البودرة السحلب دي، تحطيها معاها وهي بارده قبل ما تحطيها على النار، تقلبي. وتحطي السكر، معلقتين سكر، 3 معالق حسب ما انت عايزه، تحطيها على نار واطيه وتقعدي تقلبي تقلبي تقلبي. ما تسيبهاش كده، هتلزق من تحت. وبعد كده اول ما تفور كده خلاص، زي اللبن بالظبط، تقومي شايلاها. وانا صباها في الكوبايه اهو. فقلت اوريها لكم، انا مرضتش اطول عليكم على النار يعني بتاخد وقت. طبعا الحاجات اللي عندنا دي اللي هي السمسم والجوز الهند نحطه ايه، نحط كده ايه رشه كده. ولو في بقى سوداني تحطوه بقى في الوش، بيبقى جميل قوي. بس ان شاء الله يكون الوصفه عجبتكم وتجربوها وقولوا لي ايه رايكم. واللي عايز اي وصفه يقول لي، وان شاء الله هعملها له باذن الله بابسط حاجه واسهل حاجه ان شاء الله، في متناول الجميع. ان شاء الله اقابلكم على خير في وصفه جديده باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.